زمان قبل برشلونه يبقى فريق العالم كله بيهابه، قبل ميسي، قبل جوارديولا، قبل التيكي تاكا اللي قلبت الدنيا، كان في فتره مظلمه جدا في تاريخ النادي، فتره الناس نادرا ما بتتكلم عنها، بس كانت هي البدايه الحقيقيه لنهضه البارسا. النهارده هنحكي قصه انهيار برشلونه قبل وصول خوان لابورتا سنه 2003، وازاي ان النادي كان على وشك الانفجار من جوه قبل ما كل حاجه تتغير. بعد ما كرويف ساب النادي في التسعينات، برشلونه دخلت في دوامه. كرويف كان عامل ثوره كرويه، لكن بعد ما مشي الاداره ضيعت كل اللي بناه. الناس كانت بتتخانق في المدرجات، والاداره كانت بتصرف فلوس كتير من غير ما تحقق اي بطوله كبيره. تخيل ان من سنه 1999 لحد سنه 2003 برشلونه ما كسبش ولا بطوله كبيره، لا دوري الابطال ولا الدوري الاسباني ولا حتى كاس الملك يفرح بيه الجمهور. كان رئيس النادي وقتها جوان كاسبر، والراجل ده تقريبا بيعتبر من اسوأ الرؤساء في تاريخ برشلونه. جاب لعيبه كتير باسعار خرافيه، بس ولا واحد فيهم نجح. وفوق كل ده باع لويس فيجو لريال مدريد سنه 2000، الصفقه اللي دمرت قلوب جماهير برشلونه. فيجو كان نجم الفريق الاول، الدنيا ولعت والجماهير فقدوا الثقه في الاداره تماما. والماتش اللي رجع فيه فيجو للكامب نو بتشيرت ريال مدريد، الناس كانت بترمي عليه راس خنزير حقيقيه. الموضوع كان اشبه بالجنان. وفي ارض الملعب بقى اللعيبه خلاص فقدت الدافع اللي يخليها تلعب بحماس. برشلونه كان بيخلص المركز الرابع والخامس، ومرات ما كانش حتى بيشارك في دوري ابطال اوروبا. الملعب بقى فاضي والجماهير بقت تقاطع الماتشات، والديون كانت فوق ال 150 مليون يورو تقريبا. وقتها ده كان رقم كبير جدا، لكن دلوقتي تمن صفقه عادي. النادي كان حرفيا على حافه الانهيار. فتره الاداره القديمه خلصت وبدات الانتخابات لاختيار اداره جديده. ظهر وقتها محامي شاب اسمه خوان لابورتا، مش معروف في عالم الكوره، بس كان عنده طاقه مجنون. لابورتا وعد الناس بحاجه واضحه: هخلي برشلونه اكتر من مجرد نادي، هرجع الكبرياء والهويه من تاني. الكلام ده لمس قلوب الجماهير، وفعلا لابورتا كسب باغلبيه. اول حاجه عملها لابورتا انه قرر يبني الفريق من جديد على اسس صح. جاب مدير رياضي عبقري اسمه تشيكي، وبداوا يختاروا لعيبه مش بس بالاسماء. جابوا رونالدينيو من باريس سان جيرمان، اللاعب اللي حرفيا رجع البسمه للكامب نو. وجابوا شويه شباب من الاكاديميه زي انيستا وتشافي، وبداوا يعتمدوا عليهم. ورونالدينيو كان هو المفتاح تقريبا. كل ماتش كان بيعمل حاجه يخلي الناس تنسى السنين السوداء اللي عدت، الابتسامه والمهاره والسحر. البارسا بقى ممتع تاني. اول موسم لابورتا الفريق بدا ينافس بقوه، وفي تاني موسم كسب الدوري، وبعدها بدا عصر المجد اللي كلنا عارفينه. قصه انهيار برشلونه قبل لابورتا مش بس عن خساره البطولات، دي قصه عن ازاي الاداره ممكن تدمر نادي عظيم، لكن برضو عن ازاي شجاعه التغيير ممكن ترجع الحياه لاي كيان. اللي حصل سنه 2003 كان بدايه لحقبه جديده، الحقبه اللي ظهر فيها اسماء زي رونالدينيو وتشافي وانيستا والشاب ليونيل اندريس ميسي، واللي خلت برشلونه مش بس فريق كوره لكن اسطوره. لو حبيت القصه دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستناني في حلقه جديده عشان نحكي فيها ازاي رونالدينيو غير كل حاجه في برشلونه.